ظهور الفيديو ده ليك مش صدفة. عارف مش راضية تظبط معاك ليه؟ حاسس انك تعبان ونفسك في حاجات كتير ومش عارف توصل لأي حاجة عشان انت اللي مش عاوز الدواء. تخيل لو انت قابلت اغنى راجل في العالم وقالك نفسك فيه ايه، وقعدت تقوله على كل اللي نفسك فيه. عايز شقة وعربية وشغلانة كويسة وفلوس وعايز تتجوز وعايز وقالك بس كده بسيطة، عدي عليا وخد اللي انت عايزه. وانت اللي ما روحتش. مين اللي هيخسر ومين اللي هيندم؟ طب لو نفس الراجل الغني كل ما ينزل المنطقة بتاعتك يلاقي 4 أو 5 هم اللي في استقباله، طب ما يحب يهادي حد هيهادي مين؟ أكيد من الناس اللي دايما في استقباله. ولله المثل الأعلى. ربنا كل ليلة بيتنزل تنزل يليق بيه ويقولك: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من له حاجة فأقضيها له؟ مفيش حد عايز حاجة أعملها له؟ وده كل ليلة. وتخيل إنه يتنزل يلاقيك لا في استقباله ولا فارق معاك، نايم أو على معصية. طب اسمع دي: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده في تلت الليل الأخير. عشان كده سجدة التلت الأخير دي ملهاش حل. يا عم اطلب واطلب واطلب. ربنا كريم، ما تقولش أصلنا ما استاهلش، هو بيدلك علشان هو كريم. طب تعال نشوف عطاء ربنا للصالحين. يا جماعة، هو ربنا اتغير؟ هو نفس الإله اللي نجى إبراهيم من النار ونفس الإله اللي نجى يونس من بطن الحوت. ما يديكش انت ليه؟ طلبك صعب يعني؟ هو صعب عليك انت، إنما عليه هين. طب تعال نشوف الأنبياء. سيدنا سليمان لما قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وسيدنا زكريا ربنا رزقه بسيدنا يحيى بدعوتين. انت بتعبد رب كريم، وأحب حاجة لربنا إنه يديك. هو سمى نفسه كده المجيب. الإمام أحمد اتسأل: كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ قال: دعوة صادقة من قلب صادق. واعرف دايما يا صاحبي، من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. يلا، مستني ايه؟ قوم وادعي وخلي شعارنا: لن يسبقنا إلى الله أحد.